هل انسحب المغرب فعلا من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2028؟ سؤال فجر عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعر نقاشا واسعا في الشارع الرياضي المغربي، خاصة بعد تداول أخبار تزعم أن المغرب قرر التراجع عن استضافة البطولة القارية. أخبار انتشرت بسرعة البرق، عناوين مثيرة وتحليلات متضاربة، لكن عند التمحيص تظهر الحقيقة مختلفة تماما عما يروج له. أول سؤال منطقي يجب طرحه: هل تقدم المغرب فعلا أصلا بملف رسمي لتنظيم كأس إفريقيا مرة أخرى بعد 2025 الذي كان ناجحا حتى يقال إنه انسحب؟ الجواب الواضح والصريح: لا. إلى حدود هذه اللحظة لم يعلن المغرب رسميا عن ترشحه لتنظيم كأس إفريقيا 2028، كما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لم يفتح باب الترشح بشكل رسمي. وبالتالي فإن الحديث عن انسحاب المغرب هو حديث غير دقيق من الأساس، بل يفتقد لأبسط المعطيات القانونية والتنظيمية. لكن إذا كان الخبر غير صحيح، فلماذا انتشر بهذه القوة؟ ولماذا يتم الزج باسم المملكة المغرب في كل نسخة قادمة من كأس إفريقيا، سواء أعلن الترشح أم لا؟ هنا ندخل إلى عمق الموضوع. المغرب اليوم ليس مجرد منتخب قوي، بل قوة كروية وتنظيمية داخل القارة الإفريقية. بلد ناجح في تنظيم تظاهرات كبرى، من كأس إفريقيا للرجال وكأس إفريقيا للسيدات إلى كأس العالم للأندية إلى بطولات قارية ودولية بشهادة الفيفا والكافة. ملاعب بمعايير عالمية جدا، بنية تحتية متطورة، شبكة نقل حديثة، وتجربة تنظيمية تضرب بها الأمثال. كل هذه العوامل تجعل المغرب حاضرا في أذهان الجميع كالمرشح الطبيعي الأول لأي بطولة كبرى. وهنا يطرح السؤال الأكثر جرأة: هل هذا الحضور القوي يزعج أطرافا أخرى داخل القارة؟ وهل يتم أحيانا خلق الجدل أو تسريب أخبار غير دقيقة للتشويش أو الضغط أو حتى للتقليل من الدور المغربي المتنامي؟ ثم نصل إلى السؤال الآخر لا يقل أهمية: فلماذا لم يحسم المغرب موقفه حتى الآن؟ هل لأن التركيز موجه بالكامل نحو التحدي الأكبر، وهو كأس العالم 2030 الذي سينظم المغرب إلى جانب كل من مملكة إسبانيا والبرتغال، أم لأن المملكة تفضل سياسة الصمت وانتظار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار، بدل الدخول مبكرا في حسابات قد تستنزف الجهد والتركيز المؤكد حتى الآن؟ وبعيدا عن الإشاعات والعناوين المضللة أن المغرب لم ينسحب ولم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي ترشحه، كل ما يتداول لا يتعدى كونه اجتهادا إعلاميا فقط، أو تسريبات غير مؤكدة، أو تحليلات مبنية على التوقع فقط لا على المعلومة الموثوقة. لكن كرة القدم الإفريقية لا تخلو من المفاجآت، والملفات الكبرى غالبا ما تحسم في اللحظات الأخيرة. الباب ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، وقد يستيقظ الشارع الرياضي المغربي في أي لحظة على خبر يقلب الموازين. والآن نترك الكلمة لك